مثل ما عودنا الريال الفوز ثم الفوز ثم الفوز بأي بطولة، إن كان دوري إسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس الملك، دايما الريال واقف على إجريه بأي بطولة بيلعبها. هلا مباراة بصراحة مملة، مباراة مش هالقد مهم لريال مدريد قدام فريق كتير متواضع، بس بصراحة نحكي بشكل منطقي. موضوع أردا جولر قبل ما نحكي عنه، بس حبيت أذكر جمهور ريال مدريد بكل أنحاء العالم إنه أصبح هناك كل الأطقم الصيفية والشتوية واصلة عندكم وين ما كنتوا تكونوا بأعلى جودة بأسعار مناسبة للجميع. أما بالنسبة لجولر، أنا برأيي الشخصي شايف إنه هذا الإنسان عنده مستقبل كبير. هلا الكل حيجي يقول إنه والله اللاعب قدام فريق درجة رابعة وفريق درجة خامسة ده آخر همنا، بس لما تشوف هيك لاعب بأول مرة إله مع نادي كبير، مش أي نادي، نادي ريال مدريد، عم بقدم هيك أداء، هيك لمسات. شوف هيدي اللقطة اللي قدامكم، أوزيل عم يلعب كأنه أوزيل عم يلعب بنادي ريال مدريد، نفس التحرك نفس اللمسات، بس طبعا أكيد ناقص خبرة، هيدي مع الأيام بيكسبها. بس اللي شفته بهالمباراة كان في عازف ليل، وحيتطور، حيكون عنده مستقبل كبير مع نادي الملكي، نادي ريال مدريد.